السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. فقبل ما نبدأ كده ما تنسوش تصلوا على النبي، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وترزعونا أحلى لايك، ويلا بينا. يا ده مجرد حتة سلاح من المستوى التاسع ملوش أي لازمة، اوعى اللي انت تزعل ولا تزعل. فتانج جي في الوقت ده بيجيب آخره حرفيا، وبيبدأ اللي هو يحاول يستخدم أقصى قوة يقدر اللي هو يستخدمها بالسيف، وبيهجم على ليب قاطع الفراغ العظيم الشكل النهائي والكامل، وبيظهر ساعتها شكل طائر شبيه بالعنقاء. ولي في الوقت ده بيبدأ اللي هو يقلق ويقول لا كده حكايه ما تطمنش، لان ساعتها هجوم السيد الشاب ده بيعتبر ثقب اسود بيشفط اي حاجه بتقرب منه ويدمرها. بس ليه بسرعه ردة فعل كبيره بيحاول اللي هو يهرب ويبعد شويه، وتانج جي ساعتها بيقول له لا عاش عليك، سرعه ردة فعلك عجبتني، بس للاسف خلاص الوقت فات، لان بمجرد اللي انا بستخدم التقنيه دي بشكلها الكامل الهجوم ده ما بيقفش نهائي الا لما بيبلع كل حاجه حيه حواليه الا انا. والمهاره دي في الوقت دي مش بتحاول اللي هي تشفط ليه، لا ده كمان كل المحاربين اللي كانوا معاه بيتشفتوا كانهم خلاص رايحين ناحيه موتهم. والسيد الشاب ساعتها بيقول مع المهاره الخاصه اللي عندي دي حتى لو كنت بتمتلك اي سلاح من الدرجه التاسعه مش هيفيدك في شيء نهائي. وبيقعد يضحك على ليه ساعتها والوضع اللي هو فيه، وليه ساعتها بيقعد اللي هو يعاني ويحاول اللي هو يقاوم الامتصاص ده باستخدام روح العالم السماوي. وبيبدا اللي هو يفعل روح العالم السماوي في الوقت ده ويقول لتانج جي بطل بقى فشخره بالسلاح بتاعك ده، انا دلوقتي عندي سلاح تاني هيظبطك. وبيبدا يهاجم ساعتها عليه بروح العالم السماوي، وبيفعل نار عمقاء في الوقت ده، وبيعلى كمان بالليفل اكتر، وبيعمل حواليها دروع بروح على الارض بتاعته. وبتظهر ساعتها العمقاء بتاعت ليه قصاد العمقاء بتاعت السيد الشاب، وحرفيا العمقاء بتاعت ليه ما بتديش اي فرصه للعمقاء التانيه، وبتهجم عليها بهجوم قوي. وهو ساعتها حرفيا بيكون مصدوم صدمه عمره، وبيقول في نفسه ده اللي هو ازاي السيف ده مربوط بروحي وحياتي ولينا ارتباط مع بعض لدرجة ان عقولنا تعتبر عقول واحدة. وفي اللحظة دي انا حاسس ان روح السيف بتاعتي مش بس خايفة، لا دي كمان مرعوبة. وساعتها كل اللي معليه بيقعدوا اللي هم يستظرفوا برغم اللي هم كانوا لسه هيموتوا من شوية، وبيقولوا احنا اول مرة في حياتنا نقدر ان احنا نشوف كمية الاسلحة اللي من المستوى التاسع دي، هو اللي بيحصل. وفي وسط الذهول وصدمة كل اللي بيحصل العمقاء بتاعت ليه حرفيا بتذبح العمقاء بتاعت تانج جي وبتخلص عليها بشكل نهائي. وتانج جي بيكون شايف اللي بيحصل ده بعينه ومش مصدق اللي هو شايفه، وبيصرخ ويقول هو ايه نوع السلاح ده بالظبط. وساعتها على طول اللي بيظهر وهو جنب تانج جي وبيرعى على صوته ويقول لكل المحاربين اللي حواليه هو انت منك ليه عمالين اللي انتوا بتتفرجوا ما تهزوا نفسكم تيجوا تقاتلوا معايا، انا بعد اخر هجوم ده حرفيا مش قادر اللي اتحرك، ده رجلي نفسها مش قادره اللي هي تشيلني. وساعتها كلهم بيسخنوا بيبداوا اللي هم يهجموا عليه، وهو ساعتها بيكون مرعوب بيقول في نفسه احيط ابو العمل، سيف الطار القرمزي تعرض لضرر كبير جدا ودخل خلاص في حاله سبات. وقائد الفرقه التامنه السابق في الوقت ده بيهجم على جي وبيديله كتف بكل قوته، بس هو ساعتها ما بيتاثرش بهجومه ده لانه بيفعل درع المعركه السماوي اللي هو كان لابسه. وبيصرخ ساعتها في قائد الفرقه التامنه السابقه ويقول له هو انت مفكر ان انت تقدر ان انت تاذيني من غير سلاح؟ ده انت طيب قوي. بس يا دوب بيقول الكلمتين من هنا وما بيلحقش يسمي على نفسه، وكل المحاربين اللي كانوا موجودين في الوقت ده كل واحد بيمسي عليه بكف او باقوى هجوم عنده، مش بس بيدغدغوا الدرع اللي حواليه، ده بيطيروه هو ذات نفسه يخش في مبنى يهدمه، وهم ما بيسموش على كده وكمان بيجوا وراه علشان يكملوا دعك فيه في المبنى اللي اتهد ده. بس ليه ساعتها بيصرخ فيهم ويقول لهم بس خلاص كده الكل يوقف سيبوا لي انا الباقي. وساعتها هو بيقول في نفسه احنا اصلا ما ينفعش ان احنا نقتل الواد ده، انا لسه عاوزه ومحتاجه علشان اقدر ان انا اخد منه نسخه مفتاح السفينه اللي معاه. وبجانب اصلا قتل السيد الشاب بتاع رئيس طائفه الاركان الاربعه دي مش هتكون مشكله بسيطه، لا دي هتكون كارثه، لان طائفه الاركان الاربعه حرفيا وقتها ممكن ليه تبعت لنا جيش كامل من مستوى السماوات التسعه. وليه في الوقت ده بيخش في وسط التراب ده ويقول لتانج جي انا قلت لك قبل كده اسمع الكلام واحنا مش هنأذيك، بس نقول بقى ايه اللي ما بيسمعش الكلام لازم ياخد على عينه الاول. بس في الوقت ده تعبير وش ليه بتتغير تماما وبيكون مصدوم لانه بيحس في الوقت ده بوجود السيد يو مع تانج جي. وليه اول ما بيشوفه في الوقت ده بيكون متضايق جدا وبيقول في نفسه بالرغم اللي انا حاسس من وجود السيد يو اللي هو فعلا حقيقة مؤلمة، بس انا فعلا دلوقتي على يقين اللي هو بقى اقوى من اخر مرة انا قابلته فيه من كام يوم. والسيد يو ساعتها بيقول لي بمنتهى الثقة انا هاخد الواد ده معايا، حد ليه شوق في حاجة؟ وليه في الوقت ده ولا بيتنفس ولا بيرد عليه. بس بقية المحاربين ساعتها علشان ما بيكونوش عارفينه ولا عارفين السيد يو بيتحمقوا، واحد فيهم بيصرخ ويقول هو انت مفكر مين نفسك اصلا عشان تقدر اللي انت تاخده بالطريقة دي؟ لا اصحى يا بابا، انت لو عايز اللي انت تعمل حاجة زي كده هيكون على جثتنا. والسيد يو في الوقت ده بيقول لهم لا يا بابا
انت وهو ذوق عافية انا كده هاخده، وعموما مفيش اي كلب فيكم يقدر اللي هو يوقفني، بس في نفس الوقت مش عاوز اللي انا عادي حد فيكم. وليه ساعتها بيكون سمع كل الكلام ده وبيقول في نفسه الواد ده ما بيهزرش، هو نفسه في حد ذاته مشكلة كبيرة، سواء كقوته الروحية ككيميائي من الرتبة الثامنة فهي اقوى من قوته الروحية، وجسمه اقوى من جسمي بكتير، ده غير طبعا السيف اللي من الرتبة التاسعة اللي معاه، يعني حتى لو كان واحد من مستوى السماوات التسعة ما يقدرش اللي هو يقف في وشه دلوقتي. وواحد مفكر نفسه هيسوكا وواثق كده من نفسه بالزيادة بيجي يهاجم عليه ويقول له هو انت مفكر نفسك حاجة؟ ده انت قوتك في نفس مستوى قوة السيد الشاب بتاع طائفة الأركان الأربعة، وما تقلقش كمان شوية حالتك مش هتفرق عن حالته كتير. هو ساعتها بيكون رايح يهاجم عليه، وقبل ما هجومه بيكون وصل للساديو الواد نفسه بيكون اتفخر ومش فاضل الا ورقتين الكوتشين اللي كانوا في ايديه. وبيطلع ساعتها قائد الفرقة التامنة السابق هو النائب بتاع ليه مستغربين جدا وبيقولوا ان الواد ده اصلا اختفى فجأة، وليه بيكون مفعل عين شيطان القمر وحرفيا بيجيب عرق من كل مكان، وبيقول في نفسه يا دي النيلة تاني استخدم المجال الروحي بتاعه. وبنشوف اللي بيحصل في المجال الروحي في الوقت ده ان الذئاب اللي في المجال الروحي بتاع السيديو عمالة بتسحب في المحاربين بتوع ليه واحد ورا التاني، بس ليه ساعتها على طول بيقدر اللي هو يحمي نفسه هو والنائب بتاعه قائد الفرقة التامنة السابق بعين شيطان القمر، وما بيفضلش في المكان كله غير ليه والاتنين اللي معاه، وبقية المحاربين كلهم حرفيا بيختفوا في المجال الروحي. وبعد ما بيتشيل المجال الروحي بتاع السيديو حرفيا ساعتها ليه بيقع من طوله ومن كتر الارهاق وبيكون عمال بينزف دم بكمية كبيرة. ولما النائب بتاعه قائد الفرقة التامنة السابق بيحاولوا اللي هم يسندوه ليه بيوقفهم بيقول لهم انا كويس. وساعتها السيديو بيقول ليه عيال اخر زمن، هو اي حد كده عادي يتجرأ اللي هو يستخدم التقنيات بتاع اللورد غاو ده؟ حتى الواد جو اللي معاه العين السماوية القديمة الشيطان لعب بدماغه ومفكر اللي هو يقدر اللي هو ينافس اللورد غاو بنفسه. نصيحة مني يا بابا، تقنيات اصلا اللورد غاو بتعتمد على السيطرة المطلقة على مسار التقنية، وساعتها هو بيقدر اللي هو يستخدم القوة الروحية لمستوى تاني خالص تخليه اللي هو يقدر اللي هو يغير العالم ويتلاعب في الزمان والمكان على مزاجه. بس هبل اللي انتوا بتعملوه ده ولا يفرق اصلا بنكلة، ممكن اللي هو ينفع مرة اتنين تلاتة، بس لو ما قدرتوش طبعا اللي انتوا تسيطروا على التقنية بالكامل ممكن قوتها اللي هي تنعكس عليكم اصلا. وليه في الوقت ده بعد ما اتصابت عينه بسبب استخدام عين شيطان القمر بيستغرب جدا وبيقول في نفسه انا ما كنتش عارف اللي هو عنده معلومات كتيرة جدا عن التقنية بتاعت عينيا، هو الواد ده مين بالظبط؟ ده كان المفروض اللي انا في حياتي اللي فاتت لفيت ورحت كتير جدا، ورحت البحر التحول واتنافست مع حكام شياطين اقوياء جدا وانجازاتي ملهاش اول من اخر، بس السيد يو ده انا معرفوش نهائي. والسيد يو في الوقت ده بيبدا اللي هو يتحرك من مكانه وبيمشي، بس قبل ما يمشي بيقول لي انا مش عاوزكم اللي انتوا تقلقوا، انا كده كده راجع لكم تاني، بس اتمنى اللي انتوا تكونوا محضرين نفسكم وقتها اللي هتشوفوه مني. ولي ساعتها بيكون محتار جدا وبيقول في نفسه يا بعد كل اللي عملناه ده كله هوا على ما فيش، وبعدين اصلا السيد يو ايه هدفه ومصلحته من اللي هو ياخد السيد الشاب ده؟ وساعتها النائب بتاع لي بيكون مستغرب جدا وبيقول ليه اللي قال لي يا قائد فين الرجاله اللي كانوا معانا من شويه؟ هم اختفوا ليه كده مره واحده؟ وهم اصلا كلهم ما قدروش اللي هم يشوفوا اي حاجه من اللي حصلت، ليه بس اللي قدر اللي هو يشوف كل ده؟ فليه ساعتها بيرد عليه ويقول له ما فيش يا سيدي، كلهم اتشفطوا دلوقتي في الفراغ بسبب القوه العقليه بتاعه السيد يو، واكيد هم دلوقتي بيتحاسبوا. فهم ساعتها بيستغربوا يقولوا بيتحاسبوا ليه؟ هم ماتوا؟ بس ازاي؟ ده كان عددهم كبير جدا وفي منهم كتير قوي اباطره قتاليين، هو السيد يو ده قوته قد ايه علشان يقدر اللي هو يعمل كل ده في لحظه واحده؟ والقائد السابق للفرقه التامنه ساعتها بيقول لي هو مين القائد ده يا ليه؟ شكلك اصلا كان اللي انت تعرفه. فليه بيقول ده هو السيد يو من مجموعه مرتزقه الجمجمه، وهو اصلا كيميائي من الرتبه الثامنه. والاتنين ساعتها بيتصدموا في الوقت ده وبيقولوا ده كيميائي من الرتبه الثامنه موجود كده عادي؟ شخص زي ده اصلا المفروض اللي هو ما يكونش موجود هنا، ده مكانه يا اما القوه العظمى يا اما بحر التحول. وساعتها نائب ليه بيكون قلقان جدا وبيقول يعني دونا عن الكوكب بحاله جاي يظهر هنا في الاراضي بتاعتنا، وكمان يكون في فرقه مرتزقه الجمجمه؟ ده الحظ الاسود ده، كيميائي من الرتبه الثامنه ده ممكن بسهوله جدا اللي هو يخلي قوه كبيره جدا ليه تخدمه مقابل بس اللي هو يعمل لهم شويه حبوب. ورئيس الفرقه الثامنه السابق في الوقت ده بيقول طب ازاي؟ ده لو مجموعه مرتزقه الجمجمه عندها شخص زي ده ما احتلوش اراضي تشينج شي بالكامل اللي كلها ليه؟ ده اصلا مرتزقه الجمجمه دول كنت دايما تحس ان هم كده واخدين جنبه في حالهم، ونادر جدا لما بيتدخلوا ما بيننا وما بين مرتزقه العاصفه، فمنين اصلا ان هم يمتلكوا قوه كبيره جدا زي دي؟ فليه ساعتها بيرد عليهم ويقول لهم كل الاسئله دي مش مهمه دلوقتي، احنا عايزين ان احنا نرجع المقر بتاعنا في اسرع وقت. وقائد الفرقه الثامنه في الوقت ده بيكون لسه عايز يسال ليه على حاجه، فليه بيقطعه ويقول له بس خلاص كفايه اسئله على كده، الموضوع انتهى. ولما بيخرجوا من المبنى المتدمر ده بيلاقي ساعتها قدامهم شويه محاربين صغيرين
متطلقين، فليه بيكون عاوز اللي هو يمشيهم ويقول لهم خلاص يا جماعه الموضوع خلص، يلا بيتك كل واحد يشوف بيته، عشان المشاكل اللي جايه كبيره جدا وانتم مش هتقدروا ان انتوا تعملوا حاجه فيها. وساعتها اصلا بيكونوا المحاربين مستغربين جدا من كلام ليه، بس ليه ساعتها بيلاحظ ظاهره غريبه موجوده، واللي بياخد باله برضه قائد الفرقه الثامنه السابق. وساعتها هو بيقول هو قائد الفرقه الثالثه حصل له حاجه؟ فليه بيقول له لا ده هو بيخترق اصلا. فليه ساعتها على طول بيطلع اللي هو يجري ناحيته هو وكل المحاربين اللي معاه، وليه بيقول لهم في الوقت ده اي مره اي سيف تاني بيقدر اللي هو يخترق فيها حتى لو النجمه واحده على الاقل بيحصل ضغط سماوي كبير، ولو احنا حاولنا ان احنا نستفيد من الضغط ده الموضوع ده يفيدنا جدا في تدريبنا. وبنروح في الوقت ده لقائد الفرقه الثالثه، وبيكون موجود في بطنه خرم كبير بسبب المعركه اللي كانت ما بينه وما بين العجوز. بس هو في الوقت ده بيستخدم القوانين السماويه، وبيقعد اللي هو يعالج الخرم اللي في بطنه ده بشكل كامل كانه اصلا ما حصلش. واللي في الوقت ده بيقول عظمه جدا القوانين السماويه مش بس قادره اللي هي ترجع تعيد تشكيل قوته، لا ده وكمان بنيته الجسديه. الوقت ده هو فعلا احسن وقت للتدريب، يلا بسرعه استغلوا اللحظه دي. وبيقعد ساعتها ليه هو وكل المحاربين اللي معاه حواليه، وبيستغلوا اللحظه دي وبيقعدوا اللي هم يتدربوا. وبنعرف اصلا اللي بيعملوا ليه والباقيين دول ده شيء طبيعي، حتى القوه عظمى بنفسها بتعمل كده برضه، بس بيدوا فرصه ساعتها زي دي الافضل للتلاميذ عندهم، وبيخليهم يتدربوا جنب واحد يكون بيخترق مستوى جديد بداية من مستوى سيد قتال كبير. حتى اصلا في طرطيش كلام بتقول ان لو في شخص قدر اللي هو يفهم كل القوانين السماوية دي ساعتها بيقدر اللي هو يتحكم في العالم ككل. ومش بس كده، لا ده كمان بيكون عنده قدرة اللي هو يوصل للمستوى الاسطوري عالم السماوات العشرة. بس في الاول والاخر دي مجرد اسطورة، وعلى حسب السجلات التاريخية ففي عدد قليل جدا 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 من الناس اللي كان مشتبه فيهم اصلا اللي هم قدروا يوصلوا لعالم السماوات العشرة. بس اصلا مفيش لحد النهارده حد يقدر ياكد ان الموضوع ده حقيقي ولا لا. وليه في الوقت ده بيقدر اللي هو يخترق مستوى جديد بسبب كميه الطاقه الرهيبه اللي هو بياخدها في مركز الطاقه بتاعه. والطاقه دي مش بتفيد جسمه بس، لا دي كمان عمال اللي هي بتفيد الكنوز اللي هو عمال بيستخدمها. وليه في الوقت ده بيقول ميرجر الشبح القديم اللي معايا ده بالرغم اللي هو مش كنز من الدرجه العليا، بس هو اعلى بكتير جدا من اي كنز من الرتبه التاسعه. فعلشان كده الموضوع ما كانش غريب اللي هم يستخدموه علشان يخزنوا فيه روح التربه وكمان يحطوا فيه الشيطان. وساعتها على طول قائد الفرقه الثالثه بينط من مكانه وبيقعد اللي هو يضحك ويقول ايوه انا اخترقت. واثناء ما هو مزقطط ساعتها على طول النائب بتاع ليه بيجي وبيبارك له ويقول له مبروك يا سيد الفرقه الثالثه، عاش جدا اللي انت قدرت اللي انت توصل للنجمه الثانيه من مستوى سيد قتال كبير. وساعتها هو بمنتهى الغضب بيبدا اللي هو يفجر قوته ويقول لكل المحاربين اللي جنبه انتوا مين اللي ادالكوا الحق اللي انتوا تستغلوا قوتي واختراقي علشان تتدربوا جنبي؟ ده انتوا حرفيا ليلتكم هتكون سودا. وكلهم ساعتها بيكونوا هيموتوا في جلدهم وبيشاوروا على ليه ويقولوا ولا لنا نعمل كده احنا مالناش دعوه. دول باعوا حتى من قبل اول قلم. بس ليه في الوقت ده بيقلب الترابيزه عليهم كلهم ويقول له ما تقلقش يا قائد الفرقه الثالثه، هدي بس انت اعصابك اوعى اللي انت تشغل بالك، ولو على غلطهم الاول فاحنا ممكن نسامحهم عليه، بس كل واحد كان يدفع بالاحجار الروحيه. وكل المحاربين في الوقت ده بيتصدموا، وقائد الفرقه الثالثه بيقول تصدقوا بالله علشان خاطر القائد ليه المحترم ده انا هعتركوا النهارده. وبيكونوا كل المحاربين في الوقت ده متضايقين وبيقولوا كده في نفسهم شفتوا القاده عمالين بيعملوا مصلحه اصلا على قفانا. وبيكون ساعتها مو ماشي وليه بيقول بصوت عالي ماشي يا قائد الفرقه الثالثه انا هجمع لك منهم الاحجار البدائيه وبنفسي كمان. وساعتها بيضحك وبيقول لهم خلاص يا جماعه ما تخافوش انتوا بقيتوا في امان، بس يلا يا بابا منك ليه كل واحد كان يشخلل ب 10 مليون حجر بدائي متوسط الرتبه. وكلهم ساعتها بيتصدموا من الرقم 10 مليون يا مفتري هنجيبهم منين؟ وساعتها النائب بتاعه بيحب اللي هو كان يفلت ويقول انت اكيد بتهزر يا قائد، انت اكيد تقصد 1000 صح؟ هو يقول الكلمه دي من هنا وليه ما بيسميش عليه وبيطلع الجرس يديهوله في وشه وبيقول له يعني انا انقذ حياتك كنت عاوز ان انت تدفع لي 1000 حجر بس يا شيخ حس شويه. وقائد الفرقه الثامنه السابق ساعتها ما بينطقش بكلمه بعد اللي شافه وبيقعد يقول في نفسه ده واضح ان احنا هنشوف ايام سودا. وساعتها هو بيعتق النائب بتاعه لوجه الله، والنائب بتاعه بيقعد اللي هو يعيط من كتر العلقه اللي اخدها. وساعتها اعضاء التحالف التجاري بيطلعوا يجروا على ليه، وبتكون البت اللي اسمها هونج دي بتكون جايه وعماله بتلفت حواليها بتدور على السيد الشاب، ولما ما بتلاقوش بتسال ليه وتقول له ايه يا قائد هو الواد تنج جي فين؟ وساعتها على طول البت ينجي ايه بتجري عليه وبتقعد اللي هي تطمن
بيطمن عليه اللي هو ما حصلوش اي حاجه وكل حاجه في تمام. ليه في الوقت ده بيرد على الوليه دي ويقول لها الموضوع ما فيه ان في واحد ظهر من مجموعه مرتزقه الجمجمه واخد السيد الشاب واختفى. وهي ساعتها بتستغرب جدا وتقول ايه ده اخده وهرب بيه ازاي ده اصلا يحصل وانتوا بسم الله ما شاء الله اكتر من الدبان نفسه ولا ده يا سودا يكون خبير قوي في الفنون القتاليه. فساعتها في حد بيرد عليها ويقول لها طب هو اخده قتله اكله انت مالك اصلا وماله انت متضايقه قوي كده ليه. ودي للاسف بتكون نهايه الفيديو بتاعنا. فاشتركوا في القناه علشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم وطبعا ادعمونا بلايك علشان احنا بنتعب في الفيديوهات وصلوا على النبي وسلام.